السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أنشيلوتي يريح بنزيما قبل ليفربول. هكذا كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم غياب كريم بنزيما قائد الفريق عن مباراة أوساسونا في الدوري السبت للراحة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وكان أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الجمعة: عدم مشاركة بنزيما غدا لا تعني أنه مصاب، فضلنا إراحته ببساطة بسبب السن وليكون في حالة جيدة ببقية الموسم. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري بفارق 8 نقاط خلف المتصدر برشلونة بعد 21 مباراة، لكن ريال مدريد ربما ينشغل أكثر بزيارة الأنفيلد الثلاثاء في ذهاب الدور السادس عشر بدوري الأبطال، في تكرار لنهائي العام الماضي حين فاز فريق أنشيلوتي باللقب الرابع عشر معززا رقمه القياسي وأضافه إلى التتويج بالدوري الإسباني. وأضاف المدرب الإيطالي: نحن نعرف ليفربول جيدا، لكن مباراة الغد مهمة جدا لأننا قد نقلص الفارق إلى 5 نقاط مع برشلونة. لا أفكر في تشكيلة الغد وهي في ذهني مباراة الثلاثاء. تشكيلة الغد قد تبدأ مباراة أنفيلد أيضا، ويغيب لاعب الوسط توني كروس أيضا بسبب مشكلة بالمعدة، فيما يستمر استبعاد الظهير الأيسر فيرلان مندي للإصابة. ويعود المهاجم فينيسيوس جونيور للتشكيلة بعد إيقافه لمباراة واحدة، كما تعافى إيدن هازارد ومواطنه حارس بلجيكا تيبو كورتوا بعد الإصابة.